ده اول سؤال. ثاني سؤال، هل المشكله دي ظهرت بس بعد احداث يناير ولا كانت قائمه قبل يناير كمان؟ يعني ايام لا قبل الفتره دي كلها لحد 2000 اول 2011 هل كان فعلا مشكله فعلا ان احنا المسلمين كانوا مكفين الشغل ولا لا؟ ولا اللي زودها من بعد احداث يناير عشان الشغل قل فبدات تظهر المشكله؟ يعني الله على راسي رغم ان انا برضه شخص سياحه يقصدوا ان المرشد كان شغال وكان في ناس تانية شغاله، بس لما كان المرشد شغال فما كانش مشكله. لما المرشد قعد بدات تظهر مشكله، هو ده السؤال. ظهرت اكثر بعد الثوره، يعني هل دي مشكله مرتبطه بس من احداث الثوره ولا كانت قائمه قبل كده؟ انا هجاوب حضرتك من الثاني الاول. المشكله موجوده من قبل يناير، المشكله بتتحل لوحدها بعد يناير كمان. يعني اقول لحضرتك حاجه ابسط شيء، ان انا دخلت كليه سياحه وفنادق ب 86% ثانويه عامه علمي، يعني في ساعتها كنت في مرحله اولى. دلوقتي كليه سياحه وفنادق السنه اللي فاتت نزلت مرحله ثالثه. في المشكله ان ما فيش اقبال على قسم الارشاد السياحي حتى جوه الكليه. يعني حاليا الناس بيعرفهم، او المجتمع المصري كله بيعطف على اللي شغالين في السياحه دلوقتي، ان احنا اغلبنا الحمد لله ماشيين بستر ربنا. وفي ناس زي ما الاستاذ احمد ذكر اتطلقت، وناس باعت عفش بيتها، وناس بسبب ان انا كمهنه ارشاد سياحي ما عنديش امبريلا او ما عنديش غطاء ده من الدوله نفسها. في مشاكل كبيره قوي حصلت. يعني الحمد لله المرشدين استحملوا بما فيه الكفايه جدا، ان عدى لحد دلوقتي حوالي 4 سنين على ثوره او على تاريخ من ساعتها ما فيش شغل يعتبر. يعني في ناس شغاله الحمد لله، بس برضه مردود الشغل غير مردود قبل 25 يناير. وكل يوم في السياحه اسوأ من اللي قبله بطبيعه الحال. احنا بنتفائل، والتفاؤل ممكن يقودنا ان احنا نحلم، بس الموضوع ان احنا ايه، ان احنا بنعد نفسنا دلوقتي. المشكله بتظهر على فترات. يعني كان في الياباني، كان في الروسي، كان في البولندي، كان في المجري. كل سنتين او 3 سنين من حوالي سنه 2000 لحد النهارده بتحصل نفس المشكله، مع لغه جديده، مع لغه بيبدا الناس. يعني مثلا اقول لك في مرشدين من الذكاء حصل معاها بعد 25 يناير وقفت وقالت انا مش شغال، حتى كان بيجي له 100 او 200 في الاسبوع، سابهم وطلع سافر بره عشان يتعلم اللغه ويجي جاهز على الشغل الجديد. اللي هي البلد بدات تتحرك دلوقتي. يعني بعد 3 سنين او 4 سنين في شغل هيجي، هو متفائل وواثق ان هو هيشتغل، فاتعلم لغه جديده. فبعد كده انا غزيت السوق دوت بمرشدين جداد. يعني انا عندي جيش 17000 مرشد، منهم الاغلبيه بيتكلموا انجليزي وفرنساوي. احنا عندنا جوه النقابه بنحس الناس اللي هم بيتحدثوا الانجليزيه فقط والفرنسيه. قفلنا مثلا لما بتيجي تاخد الترخيص بتاع حضرتك بيبقى ايه مكتوب فيه لغات. دلوقتي ما بيدوش انجليزي، ما بيدوش فرنساوي، ما بيدوش اللغه الا خريج كليه سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحي، اللي هو لا يخضع لاي اختبار في الوزاره. يعني الوزاره ملهاش عليه اي سلطان غير ان هي بتديله الترخيص، وهي ساكته تماما. ما تقدرش تقول له انت خدته منين، لان دي وزاره القوى العامله، وزاره التعليم العالي شهدت ان هو مرشد 4 سنين في الكليه والحمد لله تمام. الموضوع ملوش علاقه. السياسه ممكن تكون زودته. يعني زي ما اقول لحضرتك وقفه احتجاجيه قدام مكتب وزير اللي هو كان جرانا في الوقت ده، اضطرت ان مرشدي اللغه الروسيه منعا باتا لا ترى واحده اجنبيه روسيه بتشرح في اي مكان دلوقتي بقوه القانون او بقوه زي ما بقول لحضرتك. يعني ايه، كانوا عملوا اعتصام وراحوا بالبيجامات والفوط وقعدوا قدام مكتب الوزير، واضطر الوزير قال لهم انا واثق ان انتوا تقدروا تشيلوا القاهره وعلى نطاق وزاره السياحه. يعني الخلل ده واضح. ان لما انا طلبت منهم مثلا اللغات اللي هم الاسكندنافيه اللي احنا بنتكلم بشانها النهارده، بعتوا لي فاكس امبارح. الفاكس ده فيه مثلا نقول حوالي 40 او 45 مرشد في اللغات دي. انا واثق مليون في المية ان هم تخطوا ال 100 مرشد، لان انا في يوم واحد جمعت 40 مرشد ما بين الغردقه والاقصر بيتكلموا ال3 لغات دول. انا هقول لحضرتك
حاجه بكل وضوح وبكل بساطه بصفتكم، يعني بصفه الاستاذ احمد معانا ممثل من غرفه شركات السياحه. عندنا شركه زي ترافكو وصل عندها من حوالي 3 اسابيع، اصل المعلومات ما بتتخباش وما حدش يقدر يخبي حاجه، وصل عندها من شهر 46 تورليدر اجنبي من الثلاث دول دول. 46 الناس اللي بره بتشتغل مسبقا، يعني هي بعتت الشركه اللي بره بعتت 46 تورليدر اجنبي، بما يعني ان في شغل جاي من اللغات دي، بما يعني ان انا هشوف برضو نفس المشكله هتتصاعد تاني، هلاقي التورليدر نازله تشرح جوله البلد وتشرح في الاقصر وبتشرح بتاخد معاها مرشد سايلنت. دي مصيبه كبرى عندنا. 46 عندنا مصيبه كبرى. مشكلتنا ان احنا مش قادرين، يعني او بمعنى صح احنا بعد ما نعدل القانون هنحط لائحه داخليه هنجازي المرشد السايلنت، هنحط ايدينا على جوانا بقى وهنحاول نعدل الداخل اكتر من الخارج شويه. يعني احنا عندنا مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه، احنا بادئين في الاثنين وماشيين في الاثنين. يعني اقول لحضرتك ان المرشد السايلنت ممكن يكون بيتداير من اصحابه او من زمايله، او في ناس بترفض، ده مليون في المية في ناس بترفض انها تنزل سايلنت، يعني وحصل كتير. وفي ناس للحاجه يعني ضيق اليد ما بيلاقيش فرصه غير ان هو يطلع حاجه زي كده. وفي ناس مسستمه او متنظمه على ذلك، يعني في شركه زي ترافل ويز عندها حوالي 5 مرشدين ما بيتحدثوش غير الانجليزيه، وعندهم ما عندهمش ما يكفي ال5 دول من الفايل الانجليزي اللي بينزل لهم انجليزي، فبيضطروا يقول لك انا معين الناس دي او الناس دي شغاله معايا بمخالفه للقانون، لان المرشد لا يعين في شركه، يعني ده قانون عندنا. يعني حضرتك يا استاذ علاء ممكن تلاحظ ده كمان، لو رحت تعمل تشيك على شركه معينه وسالته ان هو مرشد، وهو ممكن يقول لك ان انا مرشد، بس هو ايه بيحاول على ان ممكن يقول لك ان انا عارف الموظف اللي قدامي مش فاهم القانون، فبيقول لك انا مرشد وبيتفاخر. لا، ده انت كده مخطئ. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، كان في مشكله في شركه، الشركه دي معينه مرشد، رفع قضيه، صاحب الشركه رفع قضيه على المرشد لانه كان طلعوا سويسرا يتعلم حاجه معينه في الشركه، فكان كاتب عليه شرط جزائي ان هو لو رجع لازم يرجع له الفلوس دي 12000 جنيه. فالمرشد رفع قضيه على صاحب الشركه، كسبها تاني يوم، لان مفيش حاجه اسمها تعيين مرشد جوه، لان المرشد بيمضي على ورقه وهو في وزاره السياحه ان هو لا يعمل لدى شركه لحين تغيير القانون، لان في عدد كبير من المرشدين بيطلبوا ان هم يشتغلوا في الشركه وما يشتغلوش بره، يعني يبقى في شقين للقانون. في الوضع الحالي اللي احنا فيه بعض الشركات بتستعين بالمرشدين جوه لانه لكفاءته اللغويه ولكفاءته خبرته في التعامل مع الاجنبي، بيصر ان هو يقعد مع الزبون الاسبوع كله في الفندق بتاعه، وهو اللي يحل له مشاكله، وهو اللي فشركه زي ترافكو فيها عدد من المرشدين دي. بس انا اقدر اقول لحضرتك ان هو القانون واحده وزاره السياحه وزاره السياحه حضرتك ممكن نتكلم عن بس ارد على باقي السؤال بالنسبه للغات الاجنبيه. اللغات النادره على مستوى العالم كله في مئات اللغات، ناس اكثر من 600 لغه، فاحنا اكبر نقابه في العالم فيها 34 لغه. 42 لغه مش متوفره في اي نقابه، في اي نقابه تشسع على مستوى العالم كله. يجي مثلا شركه تقول لك انا عايز لغه مثلا كمبوديه، كمبودي، بس النقابه في حاجه، احنا بنقول ان الوزاره بتدي تصريح ترجمه، مع اخطار النقابه